السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات. هاد الشيء اللي نشرت في الأول راك شفتوه، المهم باش تفهموا دوك ويصاجي علاش غنتكلم. هذاك المنشور لقيته في تيك توك، واخدو واحد بوصبع ازرق جزائري، واخدو من شي جزائري آخر في تويتر. وأنا صراحة كيعجبني هذا النوع من النقاش. وسبق لي درت واحد الفيديو الإخوان على ذاك البيطري الذي لا يوجد، اللي بغى يستدل علينا بواحد الموضوع، بغى يستدل بواحد الكتاب بالفرنسيه. ولا عقلت على هذا الموضوع فاش قلت على ان الرجل لا ما عرفش ما كيميش بين لو فيرب اتر لو فيرب افوار في الباسي سامبل. هذه القضيه ديال في موضوع ديال القراصنه الذين احتجزوا سفينه احد سفراء مملكة، أتذكر مملكة جنوة أتذكر، أو البندقية، اللي كان غادي لإسطنبول. وما كيعرفش سي دومير، ما كيعرفش الفرق بين في سوبليي يعني اتر سوبليي و افوار سوبليي، يعني انك شنو نقول لك باللغة العربية، يعني انك تطلب الناس او يطلبوك الناس، يعني انك هذه الدارجه المغربيه، يعني يطلبوك الناس ولا انت تطلب الناس. في سوبلي اتر سوبلي. المهم هذا الموضوع ديال اليوم في نفس الاتجاه. انا لقيت بالصدفه هذا بوصبع فرحان، وراه شنو كاتب، ان قرأت التاريخ المروكي. انا غادي نقريك التاريخ يا بوصبع ازرق. راكم شفتوا درت الاشاره بالاحمر على جوج ديال الكلمات. هذا كتاب انا مشيت قلبت عليه، هو فعلا كتاب كيدخل في اطار ما يسمى بادب الرحله. هو ماشي كتاب تاريخي، هذا كتبه كاتب اظن فرنسي، كتبه في 1844 وسماه الكتاب هو بروموناد او ماروك، يعني جوله في المغرب او رحله في المغرب. هو يدخل في اطار ادب الرحله 1844، ويتحدث عن مدينة تطوان. والكتاب راه فيه ماشي غير مدينة تطوان، أنا المهم مشيت قلبت فيه ولقيته في الانترنت. فعلا كتاب تكتب في 1844، كتبه جو كخوا شارل ديدي. هو كاتب أظن سويسري ولا فرنسي، ولا لما تذكرت ما ركزتش عليه، ولكن ركزت على الموضوع أكثر ما ركزت على الشخص. هذا أديب ستانيك ريفان، وكتب الرحلة ديالو للمغرب. وهذا الجزائري العبقري مشى كيفاش تطاح الكتاب مزيان، لانه هما كيهبشوا بزاف ومزيان كيهبشوا. حنا كيعجبني اننا يرفعوا المستوى المعركه لهذا المستوى. مشى الصفحه 177 وراه ناشر، راك تشوف راه نشرت كلشي داكشي اللي منشور، وترجمها. اكيد انه ترجم جوجل، لان ملي كتمشي تترجم جوجل تيعطيك ترجمه، ولكن حنا درنا الترجمه. ترجمت انا راسي وطلبت من البنت ديالي حتى هي تترجم، وترجمت لي العربيه والانجليزيه باش نكون من باب الامانه الادبيه. كاين مجموعه ديال الكلمات. المهم هو قال بان خليو المساله ديال البناء والمعمار، غادي نمشيو للانسان. ويتحدث في هذا الكتاب على ان تتحدث على لي زالجيريان. قال لك لي بوتيك سي تروف اون غران نومبر à Tétouan. Et presque toutes sont tenues par des Algériens, dont le costume brillant contraste avec la simplicité marocaine. يعني هو يقول على انه هو يتجول، لقى ان كاينين مجموعه ديال المحلات التجاريه كيسيروها الجزائريين، عندهم ملابس براقه، او يعني هنا الملابس. انا درت لكم في البدايه نوع ديال الملابس اللي كانوا كيتلبسوا في القرن التاسع عشر في الجزائر، اللي هي اصلا ملابس تركيه. ما كنشوفوا الصور. اذا هذا الكاتب يتحدث على اللباس. واش قالوا؟ ركزوا معايا الاخوان. افيك لا سامبليسيتي ماروكان، يعني البساطه في اللباس. البساطه الاخوان لا تعني الفقر، والبساطه لا تعني التخلف. بساطه مثلا دابا انا لابس بسيط، فيستا وقميجه، هذه كتعني البساطه.
البساطه في ذاك الوقت هو ان المغربي كيلبس جلابه وتحتها جابادور او فرجيه، وهي بسيطه ما فيهاش ذاك الزركشه اللي كاينه في الالوان ديال اللباس التركي الذي كان عاما في الجزائر. اذا هادو جوج ديال الفقرات اللي مهم، ثلاثه الفقرات اللي مهمين في هاد الصفحه اللي بغى يعتد علينا بها بوصبع ازرق ويقول على انه يقول المغربي سيقرا التاريخ. انا نقرا التاريخ داك الشيء اللي يعجب خاطرك. قلت قال لك دون لي كوستيم بريون كونتراست لا سامبليسيتي ماروكين، يعني بساطه الانسان المغربي في اللباس ديالو. ولحد الان اللباس المغربي بسيط، جلابه تقدر تكون صوف تقدر تكون مسيويه وتحتها اما قميجه واما فرجيه او جابادور. هذا هو اللباس البسيط عند المغاربه في التاريخ، وهذا لا يعني بالضروره الفقر ولا يعني بالضروره انه احنا متخلفون. المهم هنا فين غنجيو للجمله الخطيره اللي بوصبع ازرق اراد ان يركز عليها ويورينا بانهم كانوا متحضرين. يعني انا لا انكر انه في القرن التاسع عشر 1800 الى حدود دخول الاستعمار كان المغرب في واحد الفتره ديال التخلف، فتره ديال التخلف والفقر والديون وواحد مجموعه ديال الامور لا احد ينكرها، ان المغرب كان في واحد الفتره ديال التخلف والفقر. هذا ليس ماشي عيب، هذا جزء من تاريخنا. ولكن هاد الجزائري اللي بغى يدير فيها مثقف وقال لك سيقراو التاريخ، هنا غنصدموا صدمه حياته. الصدمه اللي غيتصدم هو انه ترجمه، وحنا ملي درناها في جوجل عطاتنا في الترجمه الجمله اللي غتجي من بعد بعيدا عن الامانه الادبيه، ولانه ما عارفش الكاتب فرنسي او سويسري، يعني كاتب فرانكوفون يكتب بالفرنسي. اشنو قال؟ المهم هذه اي باسبور فين هي عفوا ces Algériens paraissaient plus civilisés que les naturels. هاد الجزائريين كيظهر بانهم متحضرون que les naturels, plus civilisés que les naturels. اشنو ترجمها بوصبع ازرق؟ ترجمها وهي الترجمه ديال جوجل. يبدو ان هؤلاء الجزائريين اكثر تحضرا من السكان المحليين، وهذا هو الخطا. هنا قلت لكم غادي نصدم بوصبع ازرق هو اللي يتحدث عن المغاربه. بلو سيفيليزي كو لي ناتوريل. شكون هما لي ناتوريل؟ ويتحدث عن الجزائريين، لان هذا الكاتب في 1844 بعد 14 سنه ديال الاحتلال الفرنسي للجزائر هو يتحدث عن الجزائر التي تحدث عنها الجنرال ليوطي في كتابه حينما قال لم نجد إلا الغبار. Ils sont plus civilisés que les naturels. من هم les naturels؟ يعني ناتوريل يعني الطبيعي. بان لي بأن هاد الجزائريين المتواجدين في تطوان هم أكثر تحضرا من الجزائريين اللي في الجزائر، لأنه في الفرنسية لو أنه كان يريد أن يتحدث عن المغاربة عنده ثلاثة ديال المفردات، ثلاثة ديال الجمل. إما غيقول ils sont plus civilisés que les Marocains، وراه كتشوفوا بأنه قال كلمة لي ماروكان في الجملة اللي سبقت لا سامبليسيتي ماروكين. علاش هنا يقول ماروكين وهنا يقول ناتوريل؟ ما يمكنش. وفي اللغه الفرنسيه كان اما لو بغينا نهضروا على الناس المحليين اما تنقولوا لي لوكو واما تنقولوا لي زانديجين، يعني لوكو المحليين، الاهالي تنسميو لي زانديجين، او يقول عليهم لي ماروكان، ما يقولش عليهم لي ناتوريل. سمعتي ابو صباع زرق ملي كيتكلم على لي ناتوريل هو يتكلم عن الجزائريين الحفاة العراة اللي خلاهم في الجزائر، ويقول ان هاد الجزائريين اللي في تطوان il paraissait plus civilisé que les naturels. معنى الناتوريل هو الطبيعي، هو الاصلي، يعني الاصل ديال الجزائري اللي خلاه في الجزائر عريان وحفيان لقاه في تطوان بيان به لابس مزيان متحضر، في حين ان الناتوريل اللي هو الجزائري. هذه اللغه الفرنسيه الاخوه. وانا اتحدى شي واحد لان الترجمه انا ما تعتمدش على جوجل، انا ترجمت بما اعرفه عن اللغه الفرنسيه، ترجمت من الفرنسيه الى العربيه. ملي تنقولوا له ناتوريل هو الطبيعي، والطبيعي وهو الاصلي،
اما باش نترجم لو ناتوريل بالمغربي او المحلي غير جائزه، لان لو ناتوريل ديال الجزائري المتحضر ماشي هو المغربي، لان ماشي طبيعي، ماشي اصله. لو ناتوريل ديال الجزائري اللي لابس مزيان هو الجزائري اللي ما لابسش مزيان، هو اللي خلاه في الجزائر. اذا انا بوصبع ازرق انا اللي نقريك التاريخ، انا نقري لك سميتو هاد الصفحه من الكتاب ديال هاد الشارل ديدي اللي كيتحدث على المغرب في 1844. هو يعني بها الجزائريين paraissait plus civilisé que les naturels. Le naturel de l'Algérien bien habillé, c'est pas le Marocain, c'est l'Algérien. Fahmtouha? Le naturel d'un Algérien civilisé bien habillé, ça sera pas jamais le Marocain, لأنه ماشي هو، c'est l'Algérien. مثلا الطبيعي ديالي انايا المغربي هو المغربي، والطبيعي ديال الجزائري هو الجزائري. اذا فهمتوا الاخوان؟ فهمت يا ابو صباع زرق؟ وباش نختم الاخوان كاينه واحد الفقره كيقول عليهم على هاد لي زالجيريان، هما في الحقيقه سون با لي زالجيريان، لانهما حقيقه سون دي ترك، هم اتراك، تجار اتراك هربوا من الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي ديال 1830، لان الاتراك هما اللي كانوا كيمارسوا التجاره في الجزائر وماشي الزعوالي، ماشي الجزائري. علاش؟ وقالوا عليهم هنا كيقول لك على ان المغاربه كانوا ينظرون اليهم بعين الريبه، وكيعتبروهم على انهم هنا مسميها بالفرنسيه لا بوبولاسيون l'éloignement par la raison sans doute qu'ils lui sont supérieurs، يعني كيبانوا لهم بانهم يعني عاليين عليهم، et leur reproche leur luxe leur tiédeur religieuse، يعني هذاك كيلاحظوا فيهم المغاربه على انهم غير ملتزمين دينيا، يعني بعاد عن الدين، في حين ان المغاربه كانوا ذاك الوقت متشبتين بدينهم، او ما اعتبروه نوع من الفتور الديني او نوع من البرود الديني، يعني هذوك التجار ما كانوش متدينين بزاف. ولكن في الاخر اش كيقول لك؟ فوك لي تريت كوم دي تورك، يعني ان المغاربه كانوا كيتعاملوا معه على انهم اتراك، لكن لانه اللباس ديالهم ولو كومبورتمون ديالهم وهذاك لو لوكس ديالهم وهذاك البعد ديالهم عن الدين، كانوا ينظروا لهم انهم اتراك وليسوا جزائريين، يعني ان التجار في الاخير ليسوا جزائريين، هذو تجار اتراك كانوا يعيشون في الجزائر قبل الاحتلال، فدخلت فرنسا 1830 هاجروا الى المغرب كبلد مسلم واستوطنوا في تطوان وداروا التجاره ديالهم، لانهم في الاصل تجار. وحتى الوصف ديال المكان في الكتاب يصفه بحال هذوك المحلات التجاريه اللي كاين دابا في انقره واللي كاينه في اسطنبول واللي كاين دوك الشكل ديالها نفس الطراز اللي بقى من ذاك الوقت الى الان راه كاين دابا في تركيا. اذا الاخوان غنرجعوا الموضوع اللي مهم عندي انا، هو ان هذا بوصبع زرق اراد ان يزايد علينا ويقول على ان الجزائريين اللي كانوا في تطوان سون بلو سيفيليزي كو لي ماروكان او لي زانديجين او لي لوكو، ولكن الكاتب استعمل لي ناتوريل في اللغه الفرنسيه ليس لها اي ترجمه الا الاصليون او ماشي لي ناتوريل هما الطبيعيون، يعني بغى يقول الكاتب ان الجزائري الطبيعي، ان هذا الجزائري اللي كاين في تطوان لا يشبه او هو اكثر حضاره اللي بلو سيفيليزي كو لالجيريان ناتوريل، سماهم لي ناتوريل. علاش؟ لي زالجيريان باغيسي plus civilisés que les naturels. Yani les Algériens qui se trouvent à Tétouan à ce moment-là, ils sont plus civilisés que les Algériens qui se trouvent en Algérie في ذاك الوقت في 1844 اسمهم لي ناتوريل. لهذا الاخوان اسمحوا لي طولت انا غير باش تفهموا، انا كيعجبني هذا النقاش معهم، مزيان يمشيو معنا الكتب والمصادر مره اخرى. حنا كنعلموك التاريخ الجزائري. هذا الكتاب او هذه الصفحه 177 كتاب
لا تدين المغاربة، ولكن تحدث عن المغاربة أنهم في المقارنة مع الآخرين عندهم لباس ديالهم، قال عليه لا سامبليسيتي، البساطة، ولم يقل التخلف، ولم يقل ولكن حينما تحدث عن الجزائريين ces Algériens paraissent plus civilisés que les naturels، يعني il est plus civilisé que l'Algérien chez lui en Algérie. السلام عليكم.